السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة يوميات هبة. طبعا النهاردة هنشوف مع بعض هناخد جولة كده. احنا هنا الاول في محافظة اسكندرية، دي في منطقة بحري. ده اسمه السوق التركي للاساس او شارع الشربجي. طبعا لو انت جاية من ناحية قهوة فاروق، اسألي بس على سيدي خضر الانصاري مسجد هناك، هتخش الشارع بتاعه يمين وشمال، هتلاقي بتوع النابوليا دول. او لو انت جايه من السوق فرنسا، هتاخديه لاخره برضه، هتلاقي يعني كذا حته هتوديكي. لو داخله برضه سوق الميدان بتاع السمك، في نصه هتلاقي برضه اسألي بس قولي شارع الشرباجي، هتلاقيه ما شاء الله مليان يمين وشمال، مليانين نجارين وخشب ابيض زي ما انتم شايفين. ده خشب على ابوه. طبعا زي ما انتم شايفين في برضه سراير للبيبي، في كراسي سفرة، في مرايات، وفي برضه اوض اطفال، كله خشب ابيض على ابوه. بس اهم حاجة لو عريس وعاوز تلم الليلة، في برضه امكانيات، في طبعا كل المستويات. طبعا برضو شايفين هنا برضو في انترهات وفي صالون، في خشب زان وفي خشب ابيض، كله على ابوه. بس اهم حاجه لو عريس او عروسه جايين يشتروا، لازم تجيبي نجار معاكي، عشان خاطر برضو هو بيبقى عارف في نوع الخشب وكده. برضو وانا ماشيه لقيت برضو في واحد بيعمل اللي هي المراجيح دي. طبعا في ناس كتير بتبقى عندها مثلا مقطوعه او مقطومه او كده، فهو المكان ده انا بصراحه برضو لقيته بيعمل برضو هناك، فسالته قال لي بعملها. وكان في واحده واقفه لسه قال لي انا لسه بوضبها وبعملها حسب مساحة كل واحدة. زي ما انتوا شايفين قال لي انا اهو بعملها، حتى لو في ماسورة فيها قطن باخدها برضو وبلحمها وبعملها برضو، ما بيكونش في اي مشكلة. بس السعر قال لي حسب حجم كل واحدة، يعني في واحدة متر، في متر ونص، في 90، في 60، حسب قطر كل واحدة. وبرضو قال لي انا عندي هنا هو بيعملها اهو زي ما انتوا شايفين، يعني دي كان مخلصها على الاستلام اهي زي ما انتوا شايفين. وكمان لقيت عنده بيعمل المنظم دوا او زي البصاله وكده. قال لي بعمله من اول الخشب لغايه ما يكسيه. قال لي مثلا حسب لون المطبخ اللي انا عاوزاه وحسب لون الموديل اللي انت عاوزاه بيعمل كمان ظهر كراسي السفره زي ما انتم شايفين، والترابيزات والكراسي. قال لي والخامه دي بستعملها انضف خامه، يعني اعلى خامه انا بستعملها، غير زي ما انتم شايفين عاملها ازاي. واللي ورا برضو قال لي صوريها برضو ووريها لهم على الطبيعه. دي برضو بتتحول بكسيها زي دي بالظبط. لو وصلت للفيديو معايا لغايه هنا ما تنسنيش في اللايك. طبعا زي ما انتم شايفين في انتريهات وفي صالونات، في اوض نوم، في نيش، في اوض اطفال، في كل حاجه، في متنجد، وفي زي ما انتم شايفين كده هو خشب ابيض على ابوه. طبعا لو انت عريس وعاوز تلم عفش بيتك باقل الامكانيات موجود. ولو انت عندك شقه صغيره مش عارفه تجيبي عفش فيها، في برضو هنا بيتعمل عفش ميني على قد الشقه بالظبط. زي ما انتم شايفين في متنجد اهو. برضو الاسعار بتتفاوت هنا، برضو الاسعار لازم برضو تاخدي فكرة في الشراء كله، عشان الاسعار متفاوتة. يعني خدي لفة كده قبل ما تشتري اي حاجة، عشان زي ما انتوا شايفين في المتنجد اهو وفي الخشب الابيض. طبعا الاسعار متفاوتة، وفي طبعا نيش، وفي ترابيزات اهي زي ما انتوا شايفين اللي بتتحط على ابواب، واللي هي في الانتريات في الركن، وفي طبعا كل حاجة. طبعا السعر بيختلف لما يكون خشب ابيض، غير ما تلمعيه استرجي لما تلمعيه. طبعا هنا برضو طبعا ارخص من بره 100 مرة. لما تجيب الخشب ابيض كده وبتلمعيه يبقى طبعا بيبقى ارخص من الصالات. لو انت كمان حابة تنجدي كراسي السفرة حسب دهان وديكور الشقة، موجود في نفس المكان. وانا عن نفسي بحب الحاجة لما تكون خشب ابيض كده بيبان فيها اي دفو او اي غلطات. بحب الحاجة لما تكون على ابوها كده. زي ما انتوا شايفين. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. لايك وشير وسبسكرايب، وباذن الله هعمل لكم فيديو جاي مفصل بالاسعار. بس انا دلوقتي فيديو سريع تعريفي كده. باذن الله هبقى اجيلكم واعرفكم العنوان بالظبط والتفاصيل. كده احنا طلعنا من الشارع، وصلنا في نص سوق الميدان. طبعا زي ما انتم شايفين ده سوق السمك اهو، سوق الميدان. والسلام عليكم.